السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا حاجة مهمة جدا جدا جدا. ان كنت طالب في الجامعة او كنت طالب ثانوي هي مهمة ليك جدا وهتنفعك جدا جدا جدا. اسمها Student Activities Family. ده ابلكيشن. هسيب في فورم كده لازم تملاها تحت. هسيب الرابط بتاع الفورم تحت في الوصف. هتخش هتملاها. ليه بقى لازم تملاها او ليه لازم تخش فيها؟ هي مهمة جدا 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 ان كنت طالب في الجامعة او في الثانوي. ليه؟ لان هي بتقدم منح وفرص. شوف يعني 3 حاجات: منح وفرص وبودكاستس كتيرة جدا جدا. كنت طالب في جامعة اي تخصص، طب، هندسة، اي حاجة، صيدلة، اي تخصص، تقدم لك لكل تخصص المنح بتاعته وفرص بتاعته وبودكاستس مهمة جدا جدا هتفيدك. ده لو انت في الجامعة. لو انت في الثانوي هتقدم لك منح للثانوي كتيرة جدا برضو. وعايز تقوي السي في بتاعك عشان المنح طبعا، او عايز تقوي السي في، عايز تعمل مثلا خطاب توصية، الحاجات بتاعت المنح دي كلها هتقدر تعملها. وهم هيساعدوك في كده وهيقدموا لك ناس وفريق في كل تخصص هيساعدك ان كنت في الثانوي او في الجامعه. دي اول حاجه. خليك تملى الفورم. هسيب اللينك تحت بتاع الفورم تخليك تملاها. تاني حاجه: المجال اللي انت هتتطوع فيه هتقدم لك فيه كورسات كتيره مجانا وكتب كتيره مجانا في المجال برضو اللي انت دخلته ان كنت ثانوي او جامعه. تالت حاجه: هيقدم لك سيشنات كتيره جدا هتديك خبره فوق الخبره اللي عندك، او حتى لو ما عندكش خبره هتساعدك جدا من سبيكرز مهمين جدا 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 هتشوف بعينك. هسيب اللينك بتاع الفورم في الوصف عشان تملى الفورم عشان تبقى معاهم. وتاني حاجه في واتس، هسيب لينك بتاع واتس في الوصف. خش اللينك ده بتنزل عليه المنح والفرص كتيره. ولو عايز تسال اي سؤال هيجاوبوك عليه. حاجتين مهمين: اول حاجه اللي هم هيساعدوك ان كنت طالب في الجامعه او في الثانوي، والمنح بتاعتك، ويعني المنح اللي هتساعدك كنت طالب في الجامعه وفي الثانوي، والسيشنات والكتب وكورسات في المجال اللي انت هتخشه. فالحق قدم والفورم بتاعك.